يا شباب لمحاضرة البنكتويشن عايزين نعرف فيها ان البريود او الفول ستوب او الفصل او البوينت دي بنحطها في نهاية مين، في نهاية الجملة علشان اقول ان كده الجملة ايه جملتي. مثلا مدينا اكزامبلز وامثلة هنا، قالك ان روما اذا كابيتال اوف الايه اوف ايطاليا، فخلاص الجملة تمت نحط ايه فول ستوب. ده من ضمن الحاجات الايه المهمة. ممكن يكون انديكيت او بتشير لبعض الابريفيشنز او الاختصارات، زي مثلا نقول دكتور، ام ار ميرس، او مستر، مس، وهكذا. تمام. عندنا برضو من ضمن الحاجات بيقول لك ممكن اكون حطيتها examples for example I will arrive between 6 AM يعني صباحا، فرحت حاطه بين ايه والام ايه فول ستوب، وسبعة برضو نفس الحوار. فانت بقى اللي هي لو جه مثلا في الامتحان هيجي السؤال ازاي، احط لك مثلا السؤال كده واسيبه، فانت تبقى عارف ان هنا احط فول ستوب او ما احطش، تبقى عارف ايه الحاجات اللي بحط فيها وايه اللي ايه الحاجات اللي مش بحط فيها. برضو من ضمن الحاجات الكوما دي بتبقى ايه فاصله، فبنحطها ازاي؟ اقول لك هوفر ماشي واجي حاطه الكوما. اقول لك مثلا حاجه معينه وعايزه اكمل بعدها فاند واحط الكوما، فهي بقى بتجي بين اند وبط وهاوفر والحاجات دي بعدهم على طول ايه كوما. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نعرفها هنا، عايزه اجيب لكم اهم الحاجات اللي ممكن تجي في الامتحان. هنا في الجزء ده بيقولك تخلي بالك من ايه، من ان انت لو حطيت الكوما في مكان غلط مش في مكانها ممكن تخلي او تليتو a sentence with completely different meaning، يعني ايه تخلي الجملة تاخد معنى تاني اصلا خالص. فجايب لك مثلا بيقول لك ايه I did leaders like you I believe. شوف احنا حطينا هنا فاصلة منقوطة، ما حطيناش الكوما بس، احنا حطينا فقالك بقى I believe that honesty is the best policy. فهنا I did it you because you are a liar، فاهم؟ بتساوي نفس الحوار اللي هو انا بكرهك لانك انت مثلا كذاب وهكذا، يعني شوفوا دي من معنى دي، فخلت لي الجملة في حتة تاني. هنا I did it liars like you I believe that honesty is ايه ذا بيست بوليسي. دي بتساوي ايه بقى؟ لما حطيت هنا لو تفتكروا انا هنا حطيت الايه الفاصله المنقوطه فطلعت بتساوي المعنى الاول ده، لكن هنا يو اند اي بوست دي يعني اللي هو انا وانت بنكره، لان انا هنا عملت ايه، عايزه امسح الشخبطه دي كده، انا هنا حطيت الكوما بعد الريدس لايرز، حطيتها هنا ورجعت جبت لايك يو، فمعناها ان انا كده بكرههم زيك، فاللي هو انا وانت بنكره اللايرز. تمام. فخلت الجمله في حته تاني. برضو الاكسكليميشن مارك او علامه التعجب بحطها لما اجي اقولك هيلب اللي انا بطلب مساعده، او لما اقولك لوك اوت احترس للجيت يو مش عارفه ايه. فكل دي بحط حاجات لما تكون حاجات رد الفعل بتاعها قوي او بتعبر عن حاجات معينه، فدي في الحاله دي بحط علامه التعجب. برضو عايزه اقول حاجه بس هنا قبل ما انساها، طبعا لو هنتكلم على التاج كويشن السؤال المزيل، اقول لك she lives in Paris اليس كذلك هي بتعيش في باريس، اليس كذلك doesn't she. فبرضه بحط الكومه قبل ايه قبل السؤال المزيل، وطبعا في نهايه السؤال المزيل علامه استفهام معروفه. تمام. برضو يس ونو وويت والثلاثه دول بعدهم ايه كوما. الاجزاء اللي عماله اتكلم فيها دي مهمه جدا للامتحان. الكويشن مارك علامه استفهام، بسال السؤال احط بعد علامه استفهام، مفيش اسهل من دي يعني. لكن الكولون عايزه اجيب لكم حاجه معينه، ممكن مثلا اقول لك he collected a string assortment of items، جمعت بعض المواد واجي احط لك فصلتين كده واعد لك 3000 حاجه بعدها، مش عارفه بيض ومش عارفه بطنز ومش عارفه ايه وايه، المهم بفضل اعد وفي الاخر ايه قبل اخر حاجه بحط اند. احنا كده اتفقنا ان الفاصله قبل اند وقبل هاويفر والكلام ده كله، وفي نهايه الجمله احط مين نقطه عشان تعرف ان هنا جمعت كل حاجه، جمعت الكولون، جمعت الفاصله، وجمعت اللي هو الكوما يعني مش عايزه اتكلم عربك، وجمعت النقطه الفول ستوب. تمام. برضه اهو احط لك مثلا 4 وربع، احط كده نقطتين في النص، فده نفس الايه نفس الحوار. ده الكولون اللي هو معناها 4:15 يعني لو انا اكتبها. السيمي كولون بقى الفاصله المنقوطه اللي كنت لسه بكلمكم عليها، عايزه اوريكم برضو، عايزه احطها فين مثلا. اقول لك ايه I like your brother انا بحب اخوك. عارف النقطة اللي هو الفاصلة المنقوطة دي معناها ايه؟ لانه كذا، لانه هو بيكون he is a good
فريند. الفاصله المنقطعه دي بقى معناها ان كان في هنا بيكوز او اداه ربط معينه وانا حذفتها، فبالتالي اذا كود ايه فريند، لان هو بيكون صديق ايه كويس. يبقى I like your brother he is a good ايه friend. فكده ايه جبت الفصل المنقوطة. يبقى كده عرفنا السيمي كولون بحطها امتى، اقول لك لانه كذا عشان كذا، فاهم. والكولون فهمنا برضو بحطها قبل الساعة، بحطها لما اقعد احد لك. عارف انت لما اقول لك مثلا عنوان حاجة وهبدأ اتكلم عليها، فبحط نقطتين قبل ما اتكلم. اقول لك قال فلان في العربي حتى بتيجي حاطط النقطتين، بتيجي مكمل بقى اللي انت عايز تقوله. خلاص عرفنا استخدام الحاجات دي. الكوتيشن ماركس علامات التنصيص، احط حاجتين كده واحط قول حد قاله، يعني اقول لك مثلا فلانة عملت كذا كذا، احط بقى الكذا كذا اللي هي عملته ده بين قوسين، هو ده الايه الكوتيشن ماركس. برضو لو هنتكلم على الابوستروفي من ضمن الحاجات مثلا ايه، عايزه اقول لكم مثلا، عايزه اجيبها لكم في حته في سؤال معين. examples مثلا اقول لك اتس تيجي مع اتس. عارف الابوستروف لما اختصر حاجه يو ار دي معناها انت تكون، اللي هو يو فعل يو زائد ار فعل ار يكون، فنحذف بقى الاي دي واختصرها، احط الايه الابوستروفي كده اهو. تمام كده. ايه تاني؟ الهايفنز عامة اهم حاجة في الحاجات دي الكوما والسيمي كولون والكولون مهمين. وبرضو الكوتيشن لا مش مهمين قوي، لكن الابوستروفي برضو مهمة خلاص، لكن هايفنز مش مهمة. الشرطة اللي في النص يعني هي بتبقى حاجات مثلا كلمة مكونة من اكتر من جزء، فبنحط في النص الهايفن او الشرطة دي، زي كلمة كوبريت مثلا متعاون، فاهمين؟ زي كلمة مثلا صن ان لو اللي هو حماها وحماتها والحاجات دي، واخت الجوز واخت واخو الجوز اللي هو السلفة والكلام ده كله بيتحط في النص بينهم ايه هايفن. تمام. وايه تاني من ضمن الحاجات؟ لا بالنسبة للحاجات اللي انا عايزاها بقى في الجرامر هقول لكم. لو جينا نشاور للجزء ده، فهو هنا بيكلمك على ايه، انا بشوف الكلمة دي معناها ايه في القطعة وابدأ ايه اختار بقى معناها، فبرضو الجزء ده مهم جدا. فلو جينا لهنا بيقولك as a summer sun sent scattered rays او تبعتك بعض الاشعة من خلال الميبل and oak leaves overhead. طب انا مش عايزة كل ده، ركز بقى في الجزء ده. the young deer stood frozen making it almost impossible for the hikers to see here. مبقاش ايه ان هما شايفينه. فهل هنا كلمة فروزن معناها يعني كان الجو تلج قوي او هي معناها متلج قوي، او كان فيزابل مرئي، ولا نوت موفينج ما كانش بيتحرك، ولا نوت ممكن فروزن متجمد اللي هو انا ما كنتش بتحرك. ما هي فروزن معناها متجمد في الاساس، متجمد اللي هي ممكن تكون بتشير لي فيري كولد، بس احنا لسه هنعرف بقى من خلال القطعه. متجمد معناها مش معناها مرئي عامه، بس هنشوف دلوقتي. معناها متجمد ان هو نوت ميلتد مش بيدوب. ماشي صح معانا كده ايه صح، وممكن تكون دي صح. وسي نوت موفينج متجمد انا اتجمدت مكاني يعني ما اتحركتش، يعني نوت موفينج ممكن تمشي. يبقى كده بي هي المستبعده شويه. طيب نرجع تاني نظرا، وصلنا لحد ان احنا بنتكلم على السؤال ده، نبدا نحلله بقى. لو كلمه فروزن بيقول لك في الصيف وفي الصن بتبعت الاشعه بتاعتها والكلام ده كله، فكده الجو حر واحنا في الصيف. يبقى فروزن مش معناها فيري كولد، مش معناها ان هو متلج قوي، ولا نوت ميلتد يعني مش هيذوب. ازاي؟ لانه بيقول لك اليونج دير يعني الغزاله وقفت فروزن متجمده، فنوت ميلت دي لا، وفيري كولد الجو احنا في الصيف، فولا بيذوب ولا برد جدا. طب نرجع بقى، هل هي نوت موفينج ولا فيزابل؟ كلمه فيزابل معناها مرئي واضح. هو بيقول لك ان اليونج دير ستود وقفت بين الاشجار والشمس بتبعت الاشعه بتاعتها، وقفت متجمدة، مما جعل ان هو صعب على الهيكرز او الناس اللي بتعدي ان هم يشوفوها. معنى انها وقفت متجمدة يعني نوت موفينج ما اتحركتش، اكيد مش وقفت فيزابل مرئية، انا ما وقفتش عشان الناس تشوفني او اني مثلا اي هيكر يعدي يعرفني او يشوفني، فبالتالي هي نوت ايه موفينج، انا وقفت كده عشان محدش يقدر يعرفني. ده بالنسبة للسؤال. فانا دلوقتي اي سؤال زي ده هيجيلي احلله ازاي؟ مش لازم اكون عارفه كل الكلمات. انا بدات احلل في الصيف يبقى هي مش فيري كولد، اصل في الصيف يبقى مفيش تجمد دلوقتي، يبقى ولا فيري كولد ولا نوت ميلتد.
عشان نوت ميلتد معناها ان هو لا يذوب، ما هيدوب. متجمد معناها لا يذوب، هو هيذوب ازاي هو في صيف. طيب دي حاجة انا بقول لك مش لازم اكون عارفة كل المعاني، مش لازم اقعد اترجم الجمل كلها، لا. بيقول لك ان الغزالة اليونج دير استود فروزن، وقفت. طبعا دي كلمات كلها سهلة، وقفت متجمدة. فده خلى امبوسيبل مستحيل على الهيكرز. انا مش عارف معنى الهيكرز، ممكن يكون الهيكرز دول ناس حد عايز يقتل الغزالة او ان كان هيعمل لها حاجه، فبالتالي صعب عليهم ان هم يشوفوها، معناها ان هي كانت متخفيه منهم، يعني مش واضحه، يعني مش فيزابل. فبالتالي ولا ايه ولا دي ولا فيزابل بي، يبقى الاجابه تبقى نوت ايه موفينج. فكده ده بالنسبه للسؤال الاول. نفس السؤال ده اسبق عليه باقي الاسئله ازاي تحلها، هتلاقي الدنيا بقى معاك اسهل يعني.